الضيف في لقاء اليوم صاحب المركز العاشر جمال إبراهيم. مساء الخير لكما وإليكما الكلمة. شكرا زميل العزيز محمد صبري، شكرا لضيفيك في الاستوديو التحليلي الكابتن خلف كريم والكابتن علي وهيب. إذا أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونجدد التحية معكم من خلال افتتاح الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز، وهي الجولة ما قبل الأخيرة قبل ختام المرحلة الأولى للدوري الممتاز العراقي. وطرفا هذا اللقاء أربيل صاحب المركز الثامن يستضيف فريق نفط الوسط صاحب المركز العاشر في جدول الترتيب للدوري العراقي هنا على ملعب فرانسو حريري. أربيل يلعب أمام جماهيره في ملعبه في لقاء اليوم، ونتمنى أن تكون المتعة حاضرة في لقاء اليوم بين أربيل ونفط الوسط، على اعتبار أن الفريقين يمتلكون إمكانيات كبيرة من اللاعبين، وأيضا لهم كان حضور متميز في الدوري العراقي. وقبل انطلاقة المباراة هذه دقيقة حداد على أرواح شهداء العراق. إذا تنتهي الدقيقة، ومن جديد نرحب بكم أجمل ترحيب وتحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية عبر النقل المباشر لمباريات الدوري الممتاز العراقي. ولقاء اليوم أربيل يستضيف نفط الوسط في افتتاح الجولة 18، وهي الجولة ما قبل الأخيرة لاختتام المرحلة الأولى للدوري العراقي أمام أنظار حكم اللقاء الدولي السيد محمد سلمان، هو اللي يقود هذا اللقاء، وهذه ثاني مباراة لهذا الحكم بالشارة الدولية. يقود لقاء اليوم بين أربيل المستضيف ونفط الوسط الضيف على نادي أربيل في هذا اللقاء المهم للفريقين، والفريقان بطموحات كبيرة من أجل الحصول على 3 نقاط والتقدم إلى مركز جديد لأربيل. إذا ما حقق الفوز سيتقدم إلى المركز السادس، وفريق نفط الوسط إذا ما حقق الفوز سيتقدم إلى المركز الثامن بدلا من أربيل. لذلك ننتظر هذا اللقاء وهذه المتعة التي ستكون على ملعب فرانسو حريري الملعب الخاص بنادي أربيل. إذا انطلق صافرة حكم المباراة الدولي محمد سلمان يساعد لمباراة اليوم المساعد الأول محمد كامل، والمساعد الثاني وسام مهدي، وزانا عبد الله حكم رابع للقاء اليوم. هنا يظهر في الصورة السيد راضي شنيشل في رابع مباراة لهذا المدرب في قيادة نادي نفط الوسط. راضي شنيشل اللي استلم المهمة في مباراة القوة الجوية، تعادل في تلك المباراة وبعدها فاز على نادي الحسين. واخر لقاء للمدرب راضي شنيشل كان امام الديوانية التعادل بدون اهداف، واليوم هو يعتبر لقاء الرابع للمدرب راضي شنيشل. بينما مدرب أربيل ناظم شاكر تعتبر هذه المباراة هي السادسة للمدرب ناظم شاكر اللي استلم مهمة فريق أربيل في مباراة أربيل والشرطة اللي خسرها أربيل هنا على هذا الملعب بهدف مقابل لا شيء. كرة من جهة اليسار للقلعة الصفراء، هاولير أربيل في مواجهة العندليب القادم من الفرات الأوسط، أحد الأندية المتميزة من الفرات الأوسط نادي نفط الوسط. المحاولة لأربيل عن طريق الجانب الأيسر، ممكن الآن البداية تكون قوية لأصحاب الأرض والجمهور في لقاء اليوم. كرة عادت لكوسرة بايز، حاول يمر عن طريق الجانب الأيسر. كوسرة بايز مدافع اليسار، واحد من اللاعبين الخبرة مع تشكيل فريق نادي أربيل، لكن يفقد الكرة كوسرة بايز لتعود لخط الظهر لدفاعات فريق نادي نفط الوسط. خضر علي حاول يبني الكرة للوسط، وهنا السيد محمد سلمان يشير إلى وجود خطأ وركلة حرة لنفط الوسط. نذكر بتشكيل فريقين ونبدأ من الفريق الضيف فريق نفط الوسط لمباراة اليوم. علي كاظم لحراسة المرمى، حسين جمال زكريا الإسماعيلي اللاعب المغربي، خضر علي صباح عماد. لخط الدفاع للوسط فرناندو، محمد صالح، أمير صباح، سجاد جاسم، صالح زدير، ذو الفقار عايد لخط الهجوم. وهنا واضح أمامنا علاء الشبلي اللي انتقل من النجف لأربيل في فترة الانتقالات الشتوية. بينما خيارات المدرب الواضح أمامنا في الصورة سيد ناظم شاكر، ديدار حامد لحراسة المرمى، أحمد خالد، نياز محمد، علاء الشبلي، كوسرة بايز للدفاع. للوسط يلعب ميران خسرو، علي حسين، بارزان شيرزاد، أحمد سرتيب، محمد جفال العائد إلى تشكيلة فريق أربيل بعد غيابه في مباراة الحدود. آسف البحري اليوم يدفع به المدرب ناظم شاكر كلاعب أساسي، بالإضافة إلى البرازيلي ماسيارليج، البرازيلي ماسيارليج.
كرة أمامية لصالح نادي أربيل. مباراة مهمة للفريقين، مباراة ممكن نشاهد فيها المتعة والإثارة، لكن كان الحديث في أغلب مباريات الدوري العراقي الحديث دائما على أرضية الملاعب. وشكى المدرب ناظم شاكر أن بعض الملاعب تنسف عمل المدربين، هذا ما تحدث به المدرب ناظم شاكر، والحديث دائما يكون عن أرضية الملاعب. لذلك يبدو لي بحال أفضل مما شاهدناه في المباريات الماضية بالنسبة لأرضية ملعب فرانس وحرير. ملعب أربيل، كرة النقل الوسط، سجاد يحاول يمر نفط الوسط اللي خطف الأضواء 2014 2015 عندما حقق لقب الدوري العراقي في أول ظهور في الدوري الممتاز. محاولة لأربيل، محاولة خطيرة على المرمى، مرت كرة أولى لأربيل على المرمى. أربيل هذا بارزان شيرزاد، ما كان ممكن أفضل مما كان من بارزان شيرزاد. لاحظ التمريرة عن طريق البرازيلي مارسيال، ولكن بارزان أطاح بالكرة بعيدة عن مرمى نفط الوسط. هذا هو بارزان شيرزاد الجناح الأيسر لفريق نادي أربيل، لكرة تمر بعيدة عن مرمى الحارس علي كاظم حارس مرمى نفط الوسط. كرة لنفط الوسط عائدة للخط الخلفي زكريا الإسماعيلي. كوسرت، عودة من كوسرت لأحمد خالد، الدورة إلى ديدار حامد. كرة طويلة من كابتن وحارس مرمى فريق أربيل ديدار حامد. صراع دولي محمد سلمان، كرة عالية. المباراة الماضية محمد سلمان طبعا قاد قمة لقاءات الجولة الماضية طبعا اللي كانت بين الشرطة والميناء على ملعب الشعب الدولي، اللي انتهت للشرطة ب3 أهداف مقابل لا شيء للميناء. والشرطة لا زال هو المتصدر للدوري العراقي برصيد 40 نقطة وبعيد عن المطاردين. ومحاولة ديدار أقرب لهذه المحاولة حارس المرمى لفريق أربيل الدولي محمد سلمان. يبدو لي هناك بطاقة، هناك خطأ، يبدو لي هناك بطاقة صفراء على علي حسين. وأول بطاقة صفراء يضع اليوم في الوسط المدرب ناظم شاكر، ويشرك نياس محمد كقلب دفاع. لذلك علي حسين يرتكب خطأ ويتلقى بطاقة صفراء. لاعب وسط فريق نادي أربيل مع وجود ركلة حرة لصالح نفط الوسط. مباراة مهمة، مباراة صعبة على نفط الوسط وأيضا على أربيل. وعلى فكرة أربيل في بعض المباريات لم يستفد من ميزة الأرض الجمهور في بعض المباريات اللي كانت ممكن تكون في المتناول لأربيل. مباراة الصناعات الكهربائية تعادل 1-1، وأيضا عند مباراة الديوانية تعادل بدون أهداف، ومن الشرطة خسر بهدف مقابل لا شيء. يعني هذه المباريات اللي لم يستفد منها أربيل ولم يحقق فيها نتائج جيد. بعض المباريات كانت في المتناول بالنسبة لفريق أربيل، لكن هو أضاع الفرصة أمام الديوانية، أمام الصناعات الكهربائية، أمام الشرطة. المباريات اللي لعبها على ملعبه، وفاز على الطلبة وفاز على الميناء على ملعب أربيل، لكن عنده نسبة جيدة من المباريات خارج أو في ملعبه في المرحلة الثانية. عنده 12 مباراة راح تكون على ملعبه، أو آسف 11 مباراة و8 مباريات راح تكون خارج ملعبه في مرحلة الإياب. كرة عالية لأربيل عن طريق الجانب الأيسر، هجوم الآن على مرمى فريق نفط الوسط. صراع النقاط الثلاث، افتتاح هذه الجولة. إن شاء الله نتمنى أن نشاهد متعة الأهداف في افتتاح هذه الجولة. أغلب المباريات اللي كانت افتتاح لمباريات الجولة ما نشاهد فيها أهداف، لكن افتتاح هذه الجولة نتمنى أن تحضر الأهداف في هذا اللقاء، على اعتبار أن الفريقين من الفرق المتميزة في الدوري العراقي ولها حضور متميز أيضا في الدوري العراقي. أربيل اللي عاش أجمل سنواته في فترة 2006 2007 2007 2008 2008 2009 عندما حقق لقب الدوري 2012 2011 2012. يعني الألقاب لأربيل 4 ألقاب لأربيل ولقب لفريق نفط الوسط. فرق اللي بدأت تصارع الفرق الكبيرة. كرة من جهة اليسار لصالح نفط الوسط تبعد إلى خارج الملعب، يبدو لي ركنية. حكم المباراة الدولي محمد سلمان يشير إلى وجود ركلة ركنية لصالح نادي نفط الوسط. للعندليب أمام الإمبراطور، لاحظ هذه الإعادة
والهجوم اللي كان لفريق نادي النفط الوسط، لكن حكم المباراة أشار لوجود ركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح النفط الوسط. كان زكريا الإسماعيلي هو صاحب المحاولة، اللاعب المغربي اللي قدم لفريق نفط الوسط من خلال فترة الانتقالات الشتوية. ركلة ركنية أولى على مرمى فريق أربيل ومرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج، وركنية أخرى لفريق نفط الوسط. ديدار حامد، يعني آخر 3 مباريات كانت جيدة بالنسبة لفريق أربيل. فوز على الميناء على هذا الملعب، وفاز على الكرخ في ملعب الكرخ، وتعادل مع البحري في البصرة. يعني آخر 3 مباريات لم يخسر أربيل، ونفس الحال ينطبق على فريق نفط الوسط. تعادل مع القوة الجوية، وأيضا فاز على نادي الحسين وتعادل مع الديواني. يعني الفريقين آخر 3 مباريات كل فريق حقق الفوز والتعادل في مباراتين. كرة من جهة اليسار لفريق نادي أربيل. أربيل قلعة الصفراء، تغيير اللعب. جفال العائد إلى تشكيلة الإمبراطور. أربيل جفال يحجز كرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد عن طريق المدافعين لفريق نفط الوسط. الإسماعيلي يخطئ في مرور الكرة، حكم المباراة يشير باستمرار، والمحاولة تبقى لفريق أربيل. ممكن الآن أربيل لكن تمر وتبعد إلى ركلة ركنية، تبعد إلى ركلة ركنية. 10 دقائق نوعا ما جيدة من خلال الأداء، من خلال الوصول والتهديد الحقيقي على المرمى، لكن الأهداف لحد الآن لم تحضر في هذه الدقائق. ركلة ركنية، كنا نتمنى أن يكون الحضور الجماهيري لأربيل يكون متميز بعد عودة أربيل من دور الدرجة الأولى، ومحاولة داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة الدولي محمد سلمان يشير إلى وجود خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي نفط الوسط. لنفط الوسط كنا نتمنى يكون الحضور الجماهيري جيد بالنسبة لجماهير أربيل العاشقة المحبة لهذا الفريق، عندما كان يتألق يصول ويجول في الدوري العراقي. أربيل عندما كان لديه نجوم كبار على مستوى الدوري العراقي وحقق الألقاب في الدوري العراقي، لكن اليوم أربيل يبتعد كثيرا عن المنافسة، عن انه يكون واحد من الفرق اللي تنافس على لقب الدوري العراقي. ونفس الحال ينطبق على نفط الوسط اللي كان في السنوات الماضية. طبعا هذا هو الموسم الخامس لنفط الوسط مع الكبار، الموسم الخامس لنفط الوسط مع الكبار. لكن أربيل 87 88 كان أول ظهور لفريق أربيل في الدوري الممتاز العراقي، لكن بعد ذلك في فترة التسعينات غاب لفترة، ومن ثم عاد لأجواء الدوري الممتاز العراقي. بعد الألفية الثانية أربيل بشكل مغاير من خلال ألقاب البطولات، 4 ألقاب في الدوري العراقي، ووصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، لكن لم يفلح بتحقيق الفوز في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. كرة الوسط الآن لنفط الوسط مع تغيير اللعب لجهة اليمين. ممكن الآن أمير صباح يحاول يمر، أمير واحد من الأسماء المهمة في تشكيلة نفط الوسط، أقرب لديدار حامد حارس المرمى لأربيل. ديدار حامد حارس المرمى لأربيل، قدم لنا هدافين أربيل في الدوري العراقي. أحمد صلاح حصل على لقب الهداف مرتين، حصل على لقب الهداف مرتين، 2006 2007 2008 2009. لؤي صلاح 2010 2011. أمجد راضي 2012 2013. يعني قدم لنا هدافين أيضا فريق أربيل، لكن نفط الوسط فاز بدرع الدوري وما قدم لنا هداف. كرة الوسط كان واحد من نجوم هذا الفريق هو جاسم محمد، لكن اليوم جاسم محمد بعيد. سجاد غير لعب، كوسرت أقرب مدافع اليسار لأربيل، تحضير بشكل ممتاز، أقرب لبارزان شيرزاد. أحمد سرتيب يطلب الكرة، لكن بارزان يلعبها بالمباشر إلى كوسرت، تمر من أمام كوسرت إلى خارج الملعب لرمية جانبية لنفط الوسط. العندليب في ملعب فرانسو حريري، العودة ب3 نقاط راح تكون في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وتكون المهمة يسيرة بالنسبة للمدرب راضي شنيش، مدربين من نجوم منتخباتنا الوطنية ومن كبار المدربين في الدوري العراقي، راضي شنيشل وناظم شاكر. كرة تعود للوسط لصالح نادي أربيل مع تغيير اللعب لجهة اليمين. جفال، ممكن إضافة لجفال في لقاء اليوم اللي غاب عن مباراة
البحري اللي تعادل فيها أربيل بدون أهداف. محمد جفال أمام منطقة الجزاء، ممكن جفال ومرت كرة جفال. محمد جفال صاحب الثلاث أهداف مع أربيل خلال هذا الموسم. محمد جفال ما عندنا هداف من أربيل ونفط الوسط مع المتصدرين لقائمة الترتيب لجدول الهدافين للدوري العراقي. محمد داوود، على عبد الزهرة، مروان حسين، يعني هذه الأسماء، على عباس، لاعب الزوراء. يعني يا دوب نفط الوسط عنده علي سعد عنده 3 أهداف، لكن هدفين مع الصناعات الكهربائية وهدف مع نفط الوسط. والهداف لفريق نادي أربيل هو محمد جفال، وأيضا تياغو البرازيلي الغائب عن تشكيلة فريق أربيل في هذه المباراة. ركلة حرة مباشرة، تدخل على فرناندو البرازيلي. فرناندو البرازيلي لاعب الوسط لنفط الوسط، وفرناندو بداياته في الدوري العراقي كانت من وبوابة هذا اللاعب كانت من نفط نيسان، من فريق نفط يا أخي. اللاعب البرازيلي فرناندو لاعب الوسط. كرة التغيير أمير إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي أربيل. رمية جانبية لصالح نادي أربيل من الجهة البعيدة. سرتيب، عودة لأحمد خالد، ركلة حرة. راية المساعد الثاني وسام مهدي في إشارة لوجود خطأ. ركلة حرة مباشرة، هذا أحمد خالد على التنفيذ للركلة الحرة المباشرة. قريب منه كوسرة بايز. كوسرة بايز في ظل الأجواء الباردة في أربيل، كما وصلنا أن هناك أجواء باردة في أربيل، لكن إن شاء الله مع الأجواء الباردة نشاهد حرارة الأهداف في هذا اللقاء. حرارة الأهداف في هذا اللقاء سواء كان لأربيل أو لنفط الوسط. علي كاظم حارس المرمى، مستويات متميزة لهذا الحارس مع نفط الوسط. صالح ينقل الكرة للأمام، هل هناك راية بوجود حالة التسلل؟ ذو الفقار عايد في موقف تسلل وركلة حرة مباشرة. ركلة حرة غير مباشرة، لاحظ الإعادة بالفعل كان مشترك بالفقار عايد مع وجود محاولة لأربيل على الجانب الأيسر. خطيرة ومرت اللاعب مارسيال اللاعب البرازيلي. ممكن مارسيال، هذا هو مارسيال ماسياريل اللاعب البرازيلي اللي كرته مرت بعيدة عن مرمى نفط الوسط. استقبال خاطئ كان من مارسيال اللاعب البرازيلي، كرته تمر بعيدة عن مرمى الحارس علي كاظم حارس مرمى نفط الوسط. رمية جانبية من الجهة القريبة، صباح عماد على التنفيذ. سجاد جاسم، كرة في المنتصف غير مستقرة. شبلي سوري يلعب كرة أمامية. مارسيال، جفال، ميران، كرة لا زالت بأقدام لاعبي فريق أربيل. مارسيال، جفال، كرة ممتازة وجميلة لفريق نادي أربيل، لكن سهلة لحارس المرمى علي كاظم مع مطالبة لاعبي أربيل بوجود خطأ على الحارس، انه لمس الكرة خارج منطقة الجزاء. حارس علي كاظم ممكن نشاهد الإعادة إذا كان المسك خارج منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء. كرة لصالح نفط الوسط، تغيير اللعب أمامية الهجوم القادم. زكريا أو سجاد غير لعب لأمير صباح بينه وبين كوسرة بايز قريبة من علم الزاوية لمرمى فريق نادي أربيل. هناك خطأ على كوسرة بايز. ركلة حرة مباشرة لنفط الوسط، ركلة حرة مباشرة لنفط الوسط. جماهير الأربيلية والمساندة لأربيل في هذا اللقاء، يعني في ظل ما يقدمه أربيل خلال هذا الموسم تعتبر جيد. لاحظ هل هي كانت على الخط؟ خلاص لم تخرج الكرة خارج منطقة الجزاء، لذلك على الخط علي كاظم كان المسك لهذه الكرة، والخط يعتبر هو لمنطقة الجزاء. ركلة حرة مباشرة. زدير على التنفيذ. صالح داخل منطقة الجزاء، أكثر من لاعب لأربيل داخل منطقة الجزاء، وهناك خطأ. ركلة حرة اتكاء على الخصم. حكم مباراة الدولي محمد سلمان في إشارة لوجود ركلة حرة مباشرة على ذو الفقار.
ركله حره مباشره. لاحظ حتى حسين جمال لاعب والمدافع لفريق نفط الوسط متقدم الامام. لاحظ الكثافه العدديه للاعبي اربيل داخل منطقه الجزاء يمنع محاوله نفط الوسط للوصول الى المرمى. كرة تمر الى الخارج، رميه جانبيه لاربيل. شبلي مدافع اليمين على التنفيذ، علاء الشبلي وفي بدايه الموسم مثل فريق النجف وفريق النجف، لكن انتقل الى اربيل علاء الشبلي، وسبق وان مثل نادي نفط الوسط. علاء الشبلي تألقه كان في الدوري العراقي مع نفط الوسط. علاء الشبلي يواجه فريقه السابق، يعني بدايات الشبلي في الدوري العراقي كانت من نفط الوسط. هذا سجاد جاسم لاعب الوسط لفريق نفط الوسط، ركله حره او رميه جانبيه. علاء الشبلي على تنفيذ الرميه الجانبيه. جماهير الاربيليه قد تكون سعيده اذا ما سجل اربيل في هذه الدقائق. تغيير اللعب هناك على جهه اليسار، الهجوم يبقى لاربيل. سرتيب حاول هي الكره للخلف الى كوسرة بايز، قريب منه بارزان وسرتيب، لكن يخسر الكره كوسرة بايز بتمرير خاطئ لتعود لجهه يمين فريق نفط الوسط. اماميه بحث دائما عن ذو الفقار عايد، من امام ذو الفقار نياز الى خارج الملعب لرميه جانبيه لصالح نادي نفط الوسط. هذا هو نياز محمد. نياز محمد ما كان موجود في مباراة البحري، بعض الاسماء ما كانت موجودة. جفال ونياز ما كانوا موجودين في مباراة البحري، لكن اليوم كلاعبين الاساسيين يلعب يدفع بهم المدرب ناظم شاكر. تمريرة خاطئة من صباح عواد الى خارج الملعب تصطد بسجاد لتصبح رمية جانبية لاربيل من الشبلي لنياز. نياز محمد يلعب قلب الدفاع في مباراة اليوم. نياز في بعض المباريات يكون مدافع يمين نياز محمد، لكن بتواجد الشبلي عندما الشبلي ما كان موجود نياز محمد يلعب مدافع يمين، لكن بحضور الشبلي اللاعب السوري نياز محمد اصبح قلب دفاع، ويضع علي حسين المدرب ناظم شاكر في خط الوسط مع ميران خسرو والشبلي على اليمين الى خارج الملعب. رميه جانبيه قلت فاعليه الفريقين. شاهدنا اول 10 دقائق كانت روحيه موجوده، الروحيه موجوده للاعبي اربيل وايضا لاعبي نفط الوسط، لكن قلت الفاعليه تماما من قبل لاعبي نفط الوسط وايضا اربيل. كره من نياز، احمد خالد، كوسرة بايز، كوسرة تحاول نقل الكره الامام، عيدها بدورة لاحمد خالد. كره يتبادلها لاعبي ومدافعي اربيل. احمد خالد ينقل كره للوسط الى محمد جفال، عوده الى الشبلي، دوره الى نياز محمد. شبلي كره يتبادلها، لا زال لاعبي فريق اربيل وفقدان الكره، اكثر من كره تمرير وبعد ذلك يكون الخطا في التمرير. اغلب الكرات محصوره في المنتصف، تمرير خاطئ ما بين لاعبي نفط الوسط واربيل. كره محاوله سرتيب يحاول يلقي الكره الامام بعاد من خضر الى خارج الملعب لرميه جانبيه لصالح نادي اربيل. رميه جانبيه لاربيل، رميه جانبيه لاربيل. نياز محمد الواضح في الصوره، كوسرة بايز على التنفيذ للرميه الجانبيه من كوسرة بايز. نسبيا يعني اربيل افضل من خلال الحيازه على الكره، خلال الحيازه على الكره نسبيا فريق اربيل افضل من النفط الوسط. كره تمر الى خارج الملعب، هذا ميران خسرو لاعب الوسط، ايضا واحد من الاسماء الخبره في تشكيله فريق نادي اربيل. رميه جانبيه لصالح نادي اربيل، ميران سرتيب، ميران خسرو عيدها الى جهه اليسار، كره للمنتصف، اصحاب القمصان الصفراء اربيل. اربيل البحث عن المهاجم مارسيال اللاعب البرازيلي، لكن غاب تماما مارسيال، ومحاوله قريبه من الخط الجانبي مر الى خارج الملعب. سرتيب بمشاركه سجاد جاسم لاعب الوسط لفريق نفط الوسط، كره تمر الى خارج الملعب تحت انظار المدرب راضي شنيش
اللي سبق وان درب منتخبات الوطنيه الاولمبي والمنتخب الوطني في الدوري القطري، يعني الانديه الجماهيريه الكبيره دربها المدرب رامز نيشل، زوراء القوه الجويه، طلبه الشرطه، وايضا ناظم شاكر واحد من المدربين الكبار في الدوري العراقي، درب الشرطه والقوه الجويه. ايضا فتره تدريب لناظم شاكر في الدوري الاردني. كره لهجوم الان لصالح نادي اربيل، تحضير للامام، من الامام مارسيال، تمر الكره لفريق نفط الوسط، تغيير لعب جهه اليمين، ممكن الان سجاد يحاول يمر وهناك خطا ركله حره. اعتقد راح تكون بطاقه، اعتقد راح تكون بطاقه صفراء. هل يكتفي باحتساب الخطا حكم المباراه؟ هذا احمد خالد، والله احمد خالد عنده بطاقه، او لا اسف، علي حسين اللي عنده بطاقه. علي حسين لاعب اربيل هو اللي عنده بطاقه، لكن احمد خالد هذا التدخل هذا في تصور وتقدير الشخصي انه تستحق بطاقه صفراء على احمد خالد، لكن هذا ايضا الامر متروك لاصحاب الاختصاص في البرنامج التحكيمي في استوديوهات قناه الرياضيه العراقيه. ركله حره لصالح نفط الوسط امام منطقه الجزاء. نفط الوسط يبحث عن هدف التقدم، واربيل يبحث عن 3 نقاط. ستقدم مركزين للامام فريق نادي اربيل، يعني الفريقين عندهم طموح 3 نقاط والتقدم الى مركز جديد. يعني كل فريق اليوم اذا حقق الفوز راح يتقدم مركزين للامام. يعني اربيل راح يكون بالمركز السادس، وهو يعتبر مركز جيد لفريق اربيل، فريق عائد من جديد الى الدوري الممتاز العراقي. ونفس الحال ينطبق على فريق نفط الوسط، اذا ما حقق الفوز سوف يتقدم الى المركز الثامن بدلا من اربيل. يعني اليوم فوز نفط الوسط ب6 نقاط على اربيل، ب6 نقاط على اربيل. اول انه يتقدم على اربيل وياخذ مركز اربيل المركز الثامن. كرة من جهة يمين لصالح نفط الوسط، عائدة لعلي كاظم. علي كاظم للأمام، ابعاد من أحمد خالد إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي نفط الوسط من الجهة القريبة. صالح زدير لاعب اللي يلعب خلف المهاجم ذو الفقار عايد، ولحد الآن ذو الفقار لم يسجل مع نفط الوسط اي هدف. ذو الفقار عايد لم يسجل اي هدف مع نفط الوسط. هناك خطا لنفط الوسط، ركله حره. الدولي محمد سلمان في اشاره لوجود ركله حره امام انظار المدرب ناظم شاكر. الجمهور الجويه كان عندما كان نجما لمنتخبنا الوطني العراقي ابو غزاله، يعني راضي سنيشل، ناظم شاكر، بينما راضي سنيشل يطلق عليه السيد، سيد راضي. ركله حره مباشره لصالح نادي نفط الوسط امام انظار حارس المرمى ديدار حامد، لم يختبر بشكل مثالي. ديدار حامد من قبل لاعبيه نفط الوسط داخل منطقه الجزاء. الله 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 الله، هدف اول ذو الفقار. ذو الفقار كنا نتحدث عنه ان ذو الفقار لم يسجل لحد الان مع نفط الوسط، اول اهدافه مع نفط الوسط واول اهداف المباراه في مرمى اربيل. ذو الفقار عايد يستغل عدم تمركز مدافعي نادي اربيل بشكل ممتاز، يخطف كره جميله وبراسيه يضعها على يمين حارس المرمى ديدار حامد. ذو الفقار عايد، ذو الفقار عايد يسجل اول اهداف نفط الوسط في مرمى اربيل. في مرمى اربيل ذو الفقار عايد. الاداء كان رتيب جدا، لكن الان نفط الوسط من كره ثابته تتهيأ بشكل رائع على راس ذو الفقار عايد، اللي لم توجد هناك مراقبه على ذو الفقار عايد من قبل لاعبي اربيل، لذلك ذو الفقار يضع نفط الوسط بهدف اول في مرمى اربيل. هدف للضيف لنفط الوسط العندليب على حساب الامبراطور اربيل. اسماء عديده، القاب على اربيل، الامبراطور، القلعه الصفراء،
هل سيعود أربيل من جديد؟ هل سيسجل؟ أربيل اطلع بعد. ابطال ابطال ابطال. هدف اول لنفط الوسط جفال. كرة تمر الى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي اربيل. رمية جانبية لاربيل. نياز محمد. هدف اول، انتظرنا الهدف واخيرا جاء الهدف، والامنيات ان نشاهد الاهداف من جديد في افتتاح الجولة 18 للدوري العراقي الممتاز قبل نهاية المرحلة الأولى بجولة واحدة. الجولة القادمة أربيل سيضيف الزوراء هنا أيضا على ملعب فرانسو حريري، ونادي نفط الوسط سيضيف الحدود على ملعب النجف الأولمبي. ركلة حرة مع بطاقة صفراء على سجاد جاسم. بطاقة صفراء على سجاد جاسم. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي أربيل يتأخر بهدف مقابل لا شيء في ملعبه أمام جماهيره. أكيد هذه النتيجة غير سعيدة، لا تسعد جماهير أربيل ولا مدرب أربيل السيد ناظم شاكر. كرة الأمام قريبة لحارس المرمى علي كاظم. كروت صفراء حضرت وهدف حضر، ونتمنى المتعة تحضر أيضا في قادم الدقائق ومن خلال الشوط الثاني. نصف ساعة مرت ونفط الوسط هدف لا شيء لأربيل. ذو الفقار عايد يضع نفط الوسط بهدف التقدم. كوسرة بايز جهة اليسار لأربيل. قوة الهجومية لفريق أربيل غير موجودة. البرازيلي لم يكن جيد حتى الآن. البرازيلي مارسيال محاولة داخل منطقة الجزاء والتعادل. نيران خسروا براسية أيضا نيران خسروا. يسجل ويدرك هدف التعادل لأربيل. نيران خسروا. جاءت النيران من نيران خسروا. أربيل يتأخر ويخسر بهدف، لكن نيران خسروا. يضع أربيل بهدف التعادل. هدف تعادل بعد كرة جميلة من جهة اليسار عن طريق بارزان شيرزاد، واستقبال أكثر من رائع لنيران خسروا. يضعها في مرمى الحارس علي كاظم. قوية. لاحظ الكرة تطلق في الأرض وبالمباشر إلى الشباك. صعبت المهمة على الحارس علي كاظم. رأسية نيران خسروا عند ارتطامها بالأرض، ومن ثم تعانق الشباك ليدرك التعادل فريق أربيل. 1-1 النتيجة. 1-1 الآن لا الأهداف بسرعة يعود أربيل ويدرك التعادل عن طريق اللاعب نيران خسروا اللاعب الخبرة يدرك التعادل لفريق أربيل. ركلة مرمى لأربيل. ديدار حامد. كرة عالية الأمام. مارسيال من أمامه تبعد مارسيال عن طريق خط الظهر لفريق نفط الوسط. حسين جمال. كرة أمامية إلى ذو الفقار بينه وبين أحمد خالد. كرة عالية من أحمد خالد. لا زالت الكرة داخل أرضية الملعب. كوسرة كنترول غير جيد من كوسرة بايز مدافع اليسار لفريق أربيل. كنترول غير جيد من كوسرة بايز. رمية جانبية لنفط الوسط من الجهة البعيدة. كرة النقل لسجاد جاسم. يعيد الكرة للخلف. حسين جمال. أحمد خالد للوسط. ميران. هي كرة جهة اليسار. كوسرة سرتيب. أحمد سرتيب حاول يمر بينه وبين أمير. أحمد سرتيب يعيد الكرة للخلف لكوسرة بايز اللي بدوره ينقل الكرة للأمام بعيدة عن بارزان شيرزاد أقرب لخط الدفاع لفريق نادي نفط الوسط. كوسرة ميران صاحب هدف التعادل. ميران خسروا. عودة لأحمد خالد حاول يغير لاعب جهة اليسار. أحمد سرتيب قريب منه بارزان شيرزاد بالمباشر لكوسرة بايز. تبادل بين لاعبي فريق أربيل. سرتيب كوسرة كرة جميلة أمام منطقة الجزاء لفريق نفط الوسط. يدافع بأكثر من لاعب أمام محاولات أربيل. كثافة دفاعية اليوم يؤدي أدوار دفاعية. صالح زدير محاولة للهجوم. سجاد يقل الكرة لأمير جهة اليمين. فريق نفط الوسط يحاول أن يسجل ثاني أهداف في مرمى أربيل وتبعد إلى خارج الملعب برمي جانبي.
تبعد الى خارج الملعب لرمية جانبية. الان بدأت حرارة المباراة تظهر في اجواء باردة في اربيل. ركلة ركنية لنفط الوسط تنفذ عن طريق امير، يريدها الى سجاد، يحاول يمر بالمهارة ممكن سجاد بينه وبين بارزان شيرزاد. كرة الابعاد الى خارج الملعب، هذا خضر علي واحد من الاستقطابات الجيدة لفريق نفط الوسط قادما من الزوراء. خضر علي رمية جانبية من الجهة البعيدة. أمير صباح وهل يعيش نفط الوسط الأفراح إذا ما حقق الفوز على أربيل؟ ومحاولة خطيرة على المرمى، تمر بسلام عن مرمى أربيل. نياز محمد سعيد بإبعاد أخطر كرات نفط الوسط بعد الهدف لذو الفقار عايد. لا زال يحاصر فريق نفط الوسط مرمى أربيل من أجل إدراك هدف ثاني من خلال الشوط الأول وال35 دقيقة اللي مرت من الشوط الأول. رمية جانبية لصالح نفط الوسط، أكيد نتيجة تعادل راح تكون غير مرضية لأربيل وأيضا لنفط الوسط. لاحظ سجاد أولا وثانيا إسماعيل. رمية جانبية لنفط الوسط حلوة لجمهور أربيل من بداية المباراة ولحد الآن. مؤازرة جماهيرية موجودة على مارسيال. هل يتمكن من اختراق دفاعات فريق نفط الوسط؟ لكن يتعثر مارسيال لاعب البرازيل. يتعثر. كرة لميران. مارسيال خطأ على مارسيال. ركلة حرة مباشرة لفريق نفط الوسط. ركلة حرة مباشرة لصالح نفط الوسط. اللاعب البرازيلي مارسيال لحد الآن لم يسجل مارسيال اللاعب البرازيلي. عند قدومه لفريق أربيل أصبح لاعب أساسي في روزنامة المدرب ناظم شاكر. هذا علي كاظم. يعني حراس مرمى الفريقين لم يتحملوا الأهداف اللي سجلت، سواء كان ديدار وسواء كان علي كاظم. محاولة ذو الفقار يحاول يمر من امام نياز، تبعد جفال الى ميران الى جفال بالمباشر. مارسيال يحاول يامن الكره، يحاول يقل الكره الامام الى محمد جفال، تعود للشبلي الى نياز محمد. نياز تصطد وتمر الى خارج الملعب. ذو الفقار نشط في هذه المباراه طبعا. ذو الفقار عايد يشاغل مدافعي أربيل بشكل ممتاز. هذا علاء الشبلي على التنفيذ الرمية الجانبية. الشبلي يقل الكرة لأمام. علاء الشبلي مدافع اليمين لأربيل. مارسيال الشبلي، تبادل ما بين لاعبي أربيل. كرة جميلة خسروا، يقلب المباشر إلى سرتيب، يحاول يقل الكرة الجهة البعيدة. سرتيب يخطئ في التمرير. عادت لنفط الوسط، إبعاد من نياز محمد. صباح عواد، عادت لصباح عواد مدافع اليسار. دوره الى صالح زدير اللاعب الدولي السابق الخبره. صالح زدير قلها بشكل خاطئ. صالح زدير عادت لبارزان شيرزاد الى كوسرة بايز، حاول يمر كوسرة، عودة للخلف لاحمد خالد. قريب من نياز محمد. مؤازرة جماهيرية موجودة، الأهداف موجودة. شوط أول نوعا ما جيد في بعض الفترات خلال الأهداف. كرة الوسط، حكم المباراة محمد سلمان يشير للاستمرار، وأعتقد راح يشير إلى خطأ، يشير لوجود خطأ. سلامات للبرازيلي فرناندو. السامبا البرازيلية موجودة في الملاعب العراقية مع الأندية العراقية. فرناندو موجود مع نفط الوسط. هناك أيضا مارسيال موجود مع أربيل. تياغو أميرال أيضا موجود، وقد يكون في دكة البدلاء مع المدرب ناظم شاكر. تياغو أميرال، لاعب تدخل من جفال على فرناندو لاعب الوسط. هنا بطاقة صفراء لمحمد جفال، هي الثانية للاعبي أربيل.
الثانية للاعبي أربيل، الأولى كانت على علي حسين وهذه المرة على محمد جفال، مع وجود خطأ لصالح نادي نفط الوسط. للعندليب عن الفريقين بداية المشوار بقيادة مدربين غير المدربين الموجودين في مباراة اليوم، يعني نفط الوسط مع المدرب ماجد نجم، بينما أربيل بقيادة المدرب عماد عودة. الآن يتغير الحال بالنسبة للفريقين، بعض الأسماء غادرت من الفريقين وبعض الأسماء حضرت في فترة الانتقالات الشتوية مع حضور المدربين راضي شنيشل وناظم شاكر. كرة لكوسة بايز، هل يتمكن أربيل من التسجيل قبل الوصول إلى النهاية للشوط الأول؟ ونفط الوسط هل يتمكن هو الآخر من التسجيل قبل الذهاب إلى فترة الاستراحة؟ لاحظ هذا الخطأ، تدخل من كوسرة بايز، خطأ على مدافع يسار فريق نادي أربيل كوسرة بايز. حكم اللقاء الدولي محمد سلمان يشير إلى وجود ركلة حرة تنفذ للأمام. هجوم الآن لفريق نفط الوسط، عادة الوسط فرناندو يلعب كرة أمامية بشكل ممتاز، ابعاد من أحمد خالد، كرة عالية الشبلي أمير اللي انتقل إلى جهة اليسار، أمير صباح بالخبرة، الشبلي اللاعب الدولي السوري، الشبلي مدافع يمين فريق أربيل، نياز إلى الشبلي، كرة للوسط فريق نادي أربيل، أحمد سرتيب، هي الكرة الأمام أحمد سرتيب، هجوم الآن لأربيل، هجوم لأربيل وصراع واندفاع بدني كبير ما بين لاعبي نفط الوسط وأربيل. هناك لاعب يشكو من إصابة، محاولة النقل للأمام، قد تكون هناك راية بوجود حالة تسلل. بالفعل ذو الفقار عائد من التسلل، ذو الفقار عائد من التسلل. سلامات لي ميران من خصم، ميران خصم. على فكرة لقاء فقط جمعت الفريقين، هذا كان موسم 2014-2015، لقاء فقط هي اللي جمعت أربيل بنفط الوسط. اللقاء الأول انتهى لنفط الوسط بهدف مقابل لا شيء، جاسم محمد هو من سجل الهدف، واللقاء الثاني انتهى بالتعادل بدون أهداف، أي أن هذا اللقاء الثالث اللي يجمع أربيل بنفط الوسط، اللقاء الثالث اللي يجمع أربيل بنفط الوسط. في 2014-2015 كان هو عام التتويج لنفط الوسط مع المدرب سيد عبد الغني شاهد. أربيل حقق اللقب 4 مرات، مرتين مع أكرم سلمان مع المدرب ثائر أحمد، مرتين، مرة مع أكرم سلمان ومرة مع المدرب المحترف السوري نزار محروس. حقق اللقب مرتين مع ثائر أحمد، ومرة مع أكرم أحمد سلمان، ومرة مع السيد نزار محروس المدرب السوري المحترف اللي كان في الدوري العراقي. كرة للأمام، هجوم الآن أربيل، ممكن الثاني تبعد من أمام جفال إلى خارج الملعب، اعتقد طارت على جفال إلى خارج الملعب لركلة مرمى جفال. ويعاتب المساعد الأول لحكم اللقاء الدولي محمد سلمان سيد محمد كامل، المساعد الأول، أن الكرة لا زالت داخل أرضية الملعب. لاحظ هذه الإعادة، وجفال اللي طالت الكرة على جفال، وخلاص هي خارج الملعب، خرجت بكامل محيط. كرة عالية للوسط، كوسرة بايز، كوسرة الوسط، نفط الوسط، ومطلب نفط الوسط وأربيل الثلاث نقاط في هذه المباراة. كرة عادت من جديد لخط الدفاع، ابعاد من حسين جمال اقرب لمدافع اليسار لأربيل، كوسرة بايز ينقل الكرة للامام، احمد سرتيب يحاول هي الكرة الى مارسيال، بعيدة عن مارسيال، واقرب لحارس مرمى نفط الوسط علي كاظم، قريبة لحارس مرمى نفط الوسط علي كاظم. خلاص دقيقتين تفصلنا عن نهاية الشوط الأول، عدا الوقت اللي يضيفه الدولي محمد سلمان فيما تبقى للشوط الأول لهذا اللقاء. أربيل ونفط الوسط في افتتاح الجولة 18 للدوري العراقي.
للدوري العراقي. هناك خطأ لنفط الوسط، حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لنفط الوسط. ركلة حرة لنفط الوسط. اعتذار من كوثر فايز، اعتذار من كوثر فايز. لاحظ هذه الإعادة تدخل مع وجود ركلة حرة. هذا سجاد جاسم، سجاد جاسم اللي يحاول يمر من أمام كوثر فايز، وكوسرة يرتكب خطأ وقد يكلف أربيل هدف ثاني. يعني من كرة ثابتة نفط الوسط سجل هدف عن طريق ذو الفقار عايد بعد التمريرة اللي كانت على رأس ذو الفقار عايد. وهنا ديدار حامد، ديدار حامد، صالح ازدير، الركلة الحرة المباشرة لا تبعد أكثر من 28 يارد عن مرمى أربيل، عن مرمى أربيل. الركلة الحرة المباشرة صالح ازدير، هل يمرر أم يسدد صالح؟ اعتقد المسافة بعيدة، اعتقد راح يمرر صالح ازدير للاعبين المتقدمين للأمام. يسدد على المرمى وديدار حامد، ديدار حامد، مسافة بعيدة وصالح ازدير تسديدة من بعيد. وهناك اشتباك بالأيدي ما بين لاعبي نفط الوسط وأربيل. نطلب من اللاعبين يكون الهدوء أكثر. صالح ازدير وعلى دفعتين حارس المرمى ديدار حامد لإنقاذ هذه المحاولة. هذا محمد سلمان والحديث مع نياز، اعتقد نياز بينه وبين زكريا اسماعيل، اللاعب المغربي، اللاعب المغربي في الدوري العراقي زكريا اسماعيل. اليوم عندنا في الدوري من تونس، من المغرب، من افريقيا، من امريكا الجنوبيه، يعني عندنا من البرازيل، من كولومبيا. اذا دقيقتين وقت محتسب من الضاع للشوط الاول للقاء اربيل ونفط الوسط، والنتيجه لحد الان التعادل 1-1، تعادل ايجابي 1-1. وسجل الهدفين بالراس ذو الفقار عايد لصالح نفط الوسط، وعاد للنتيجه ميران خسروا لفريق نادي اربيل. كره من جهه يمين اقرب لامير صباح، مرت شاهده على اليسار، مره على اليمين امير، يمر بشكل ممتاز من امام كوسرة داخل منطقه الجزاء. الثاني ممكن، مرت كره نفط الوسط، مرت كره نفط الوسط من امام سجاد جاسم، من امام سجاد جاسم. المتابعه لو كانت اكثر او كان اقرب سجاد جاسم لهذه الكره كان ممكن يسجل. لاحظ مرت من الشبلي وسجاد جاسم، والابعاد في اللحظه الاخيره، لولا ان الكره لامست راس علاء الشبلي لكان سجاد هو صاحب الهدف الثاني لفريق نفط الوسط. لاحظ هذه الاعاده والشبلي في اللحظه الاخيره، الابعاد الى ركله ركنيه، الابعاد الى ركله ركنيه، فرصه تضيع على نفط الوسط. سلامات لديدار حامد بعد ارتطامه بالشبلي. ديدار حامد حارس المرمى لأربيل. ركله ركنيه تنفذ داخل منطقه الجزاء، بعاد من جديد سجاد، امامه تبعد مارسيال البرازيلي يحصل على خط ركله حره لصالح نادي اربيل. اعتقد الشوط الاول خلاص ذاهب الى التعادل، الشوط الاول ذاهب الى التعادل. هنا خطأ لأربيل، خلاص الدقيقتين انتهت، الوقت اللي اضافه حكم المباراة الدولي محمد سلمان. وسلامات للاعب نادي اربيل، اعتقد نياز واللي يشكو من اصابه، او هذا محمد جفال. سلامات لجفال، سلامات لجفال. نلعب في الدقيقة الثالث. سيد محمد سلمان الحكم الدولي اعطى دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع. اعتقد بعد التنفيذ راح يكون هناك الصافرة لحكم اللقاء محمد سلمان. إدارة جيدة للشوط الأول من قبل الطاقم التحكيمي، الحكم الجيد اللي تكون عنده نسبة أخطاء قليلة. كرة الأمام من ديدار قريبة لمنطقة الجزاء لفريق نادي نفط الوسط. مارسيال يفتك الكرة داخل منطقة الجزاء، ممكن الثاني لأربيل داخل منطقة جزاء نفط الوسط. وفي هذه اللحظة
حكم اللقاء الدولي محمد سلمان يطلق الصافرة النهائية الكاملة للشوط الأول من لقاء أربيل ونفط الوسط، اللقاء اللي يكون هو افتتاح للجولة 18 للدوري العراقي. ينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف لهدف. أولا سجل نفط الوسط عن طريق ذو الفقار عايد، ومن ثم أدرك التعادل ميران خسرو لفريق أربيل، ليخرج الفريقين من هذا الشوط متعادلين بنتيجة إيجابية. أعزائي الأحباء استراحة قصيرة ثم نعود وإياكم لاستكمال الشوط الثاني لهذا اللقاء. أعود بالكلمة وصوت وصورة إلى الزميل العزيز محمد صبري وضيفه الكريمين في الاستوديو التحليل. شكرا زميلي محمد، شكرا لضيفيك في الاستوديو التحليلي. إذا أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية والنقل المباشر لافتتاح الجولة 18 للدوري العراقي، الجولة ما قبل الأخيرة نهاية المرحلة الأولى، أربيل ونفط الوسط. تركنا الشوط الأول ينتهي بنتيجة تعادل 1-1. الآن نذهب مباشرة إلى الشوط الثاني لهذا اللقاء، وننتظر الكثير من أربيل ونفط الوسط في تقديم إمكانيات ومتعة على استاد فرانسو حريري في أربيل. وبداية الشوط الثاني مع نفط الوسط أو لأربيل اللي بدأ يلعب من اليمين لليسار، وفريق نفط الوسط من اليسار لليمين. وأعتقد الآن مدرب راضي شنيشل أشرك اللاعب الكولومبي آربي مينا أعتقد بدلا من ذو الفقار عايد. لحد الآن قد نشاهد اللاعب اللي اشترك هو آربي مينا، لكن اللاعب اللي خرج آربي مينا اللاعب الكولومبي لأول تغيير للمدرب السيد راضي شنيشل مع تشكيلة فريق نفط الوسط. لذلك آربي مينا سيكون هو مهاجم لنفط الوسط من خلال البداية للشوط الثاني. حكم المباراة السيد محمد سلمان يشير إلى وجود خطأ لركلة حرة لصالح نفط الوسط، لصالح نفط الوسط. هذا هو آربي مينا اللاعب الكولومبي. آربي مينا يشترك كتغيير اول المدرب راضي شنيشل. لاحظ هذه الاعاده فرناندو اللي يفتك الكره وبعد ذلك يحصل على خطا. كره عاليه اماميه الان لصالح نادي اربيل. اربيل الشوط الثاني بنفس الاسماء: ديدار حامد، احمد خالد، نياز محمد، على اشيل لكوثرة بايز، علي حسين، ميران خسرو، احمد سفتيف، بارزان شيرزاد، محمد جفال، واللاعب مارسيال. هذا 15 خضر علي. بينما تشكيل فريق نفط الوسط: علي كاظم، حسين جمال، زكريا اسماعيل، خضر علي، صباح عماد، محمد صالح، امير صباح، فرناندو، سجاد، جاسم، صالح، ازدير، وايضا اربي مينا. مع وجود محاوله لصالح نادي نفط الوسط من جديد يهاجم على مرمى فريق اربيل، يحاول ان يحصل على هدف مبكر في بدايه الشوط الثاني ويصعب الامور على فريق نادي اربيل. يصعب الامور على فريق نادي اربيل. كره عن طريق الوسط، هجوم الان سجاد يحاول يمر، هناك خطا على سجاد مع وجود ركله حره لصالح نادي اربيل. هذا خضر علي وامام ميران خسرو صاحب هدف التعادل. ميران خسرو صاحب هدف التعادل لفريق اربيل. لاحظ هذه الاعاده اللي كان لاعبي نفط الوسط المطالبه بلمسه يد داخل منطقه الجزاء. لاحظ هذه الاعاده والانقاذ اللي كان عن طريق نياز محمد، وكانت مطالبه للاعبي فريق نادي نفط الوسط انها لمسه يد على نياز محمد، لكن القرار متروك لحكم اللقاء، كان اقرب للحاله واعتبرها غير متعمده طبعا لنياز محمد. كره من حارس المرمى ديدار حامد جهه اليسار، نفط الوسط الابعاد، عادت لميران خسرو. اربي مينا اول لمسه للكولومبي. اربي مينا كره اماميه، اللاعب الكولومبي لاول مره يتواجد لاعب كولومبي في الدوري العراقي هو اربي مينا، يتواجد مع تشكيله فريق نفط الوسط. هناك خطا حكم المباراه يشير الى وجود ركله حره لصالح نفط الوسط. لاحظ هذه الاعاده امير صباح وكوثرة بايز. كوثرة بايز مدافع اليسار فريق نادي اربيل يرتكب خطا مع وجود ركله حره مباشره لنفط الوسط. ركله حره مباشره. صالح ازدير، ديدار حامد كابتن اربيل وحارس اربيل، واربيل يمتلك حارس مرمى خبير والحارس سرهنج محسن.
اللي شارك في عدة مباريات، لكن في الآونة الأخيرة ديدار حامد هو الحارس الأساسي لتشكيل فريق نادي أربيل. ركلة حرة مباشرة للعندليب، نفط الوسط داخل منطقة الجزاء، ممكن المتابعة لكن بعيدة عن مهاجمي نفط الوسط، إلى خارج الملعب لركلة مرمى لأربيل. قلعة الصفراء أربيل. جماهير الأربيلية هادئة تماما في بداية الشوط الثاني. شاهدنا التحفيز، شاهدنا المساندة الجماهيرية من قبل جماهير أربيل من بداية الشوط الأول إلى نهايته، وهي تؤازر وتشجع، لكن في بداية الشوط الثاني لم نسمع أصوات جماهير أربيل. السيد رابش نيشل بمواجهة ناظم شاكر، يعني الاثنين دربوا منتخباتنا الوطنية على مستوى الأولمبي والوطني، ناظم شاكر ورابش نيشل، ودربوا الأندية الجماهيرية، لذلك من المدربين الكبار في الدوري العراقي رابش نيشل وناظم شاكر. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي نفط الوسط، ابعاد عادت لأربيل، مرت من أمام بارزان شيرزاد، كرة بعيدة وأقرب لحارس مرمى نادي نفط الوسط علي كاظم حارس مرمى فريق نفط الوسط. للتذكير طبعا انه فريق أربيل سيبقى في أربيل المباراة القادمة أمام الزوراء، أمام الزعيم، على هذا الملعب، ملعب فرانسو حريري. بعدها افتتاح المرحلة الثانية أيضا سيبقى في ملعب أربيل. يعني من الجيد تلعب 3 مباريات على ملعبك، يعني مباراتين في المرحلة الأولى ومباراة في بداية المرحلة الثانية. يقابل الزوراء على ملعب فرانسو حريري، ويقابل النفط في افتتاح المرحلة الثانية، يقابل النفط أيضا على ملعب فرانسو حريري. كرة أمامية، بينما فريق نفط الوسط الجولة القادمة سيضيف الحدود في ملعب النجف الأولمبي. كرة من صالح زدير، يقف كرة إلى جهة اليسار، بعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نفط الوسط للجهة البعيدة. صباح عماد، عودة للخلف، فرناندو، خضر علي، دخول لمنطقة الوسط بالنسبة لخضر علي مدافع اليمين لفريق نفط الوسط. مارسيال، كرة خاطئة، مارسيال كرة خاطئة، لحد الآن لم يفعل شيء مارسيال، لا في الشوط الأول ولا من خلال الدقائق السبعة اللي مرت من خلال بداية الشوط الثاني. آربي مينا في صراع أمام لاعبي فريق أربيل، تبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي نفط الوسط من الجهات البعيدة. تنفذ الرمية الجانبية، المحاولة مستمرة. اليوم العندليب يلعب بالأبيض والأسود واللون الأساسي، وهنا ديدار حامد حارس المرمى لأربيل. كرة صعبة كانت على ديدار حامد حارس مرمى نادي أربيل. اللون الأساسي طبعا لنفط الوسط هو اللون الأخضر، وهنا حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي أربيل، وبطاقة صفراء على حسين جمال. البطاقة الرابعة في هذا اليوم اللي أشار لها حكم المباراة الدولي محمد سلمان. هذا حسين جمال اللي سبق وأن مثل كربلاء ونفط نيسان، والآن هو متواجد مع نفط الوسط. لاحظ هذه الإعادة اللي كان ممكن تغالط الحارس ديدار حامد حارس المرمى لأربيل. ميران ينفذ الخطأ لصالح نادي أربيل. كوسرك بايز حكم المباراة يعيد الكرة من مكان وقوع الخطأ، الركلة الحرة المباشرة لأربيل. هدف ثاني ممكن أربيل، الركلة الحرة المباشرة لصالح نادي أربيل أمام أنظار الحارس علي كاظم. ميران خسروا إلى كوسرة داخل منطقة الجزاء، ومرت بعيدة عن مارسيال.
مرت بعيدة عن مارسيال. دائما مارسيال يكون قريب على اللاعب، على المهاجم، توقع الكرة، توقع مكان الكرة، توقع كيفية وصول الكرة للاعب المهاجم. لاحظ مارسيال لو أخذ خطوة للأمام كان ممكن يصل الكرة ويسجل في مرمى نفط الوسط، لكن التأخر من مارسيال خلاص ضاعت على فريق أربيل. كرة إلى رمية جانبية لصالح نادي أربيل من الجهة البعيد. محمد جفال قريب منه ميران خسرو. هنشاهد تغييرات أخرى. راضي شنيشل غير، أشرك مهاجم هو آربي مينا، لكن ناظم شاكر لحد الآن لم يجري أي تغيير على مستوى التشكيل بالنسبة لفريق أربيل. رمية جانبية أخرى من الجهة البعيدة. حسين جمال اللي تحصل على بطاقة صفراء قبل قليل، هذا هو حسين جمال. رمية جانبية تنفذ، الرمية الجانبية تنقل الأمام قريبة لمنطقة الجزاء لمرمى فريق نفط الوسط، وركلة حرة مباشرة لأربيل. ركلة حرة مباشرة لأربيل. مارسيال يحصل على خطأ، مارسيال يحصل على خطأ. لاحظ هذه الإعادة والتدخل من زكريا لاعب المغربي على البرازيلي. خطأ للبرازيلي مارسيال، وزكريا إسماعيل يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة. ممكن أربيل، ممكن أربيل كرة ثابتة تكون حل لتسجيل هدف ثاني، لهدف ثاني قريبة جدا على خط ال 18 يارد لمرمى فريق نادي نفط الوسط. أربيل هل يتمكن من التسجيل في هذه الدقائق؟ حارس المرمى علي كاظم، حارس المرمى علي كاظم. صعبة صعبة على لاعبي فريق نفط الوسط. كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة. هل يتمكن جفال؟ هل يتمكن جفال العائد إلى التشكيل الأساسي لأربيل؟ جفال، جفال هل يعيش الاحتفال مع جماهير أربيل؟ جفال، جفال إذا ما سجل ركلة حرة مباشرة قريبة جدا. ممكن أربيل، ممكن امبراطور القلعة الصفراء العندليب، العندليب. فريقين قادمين من تعادل، فريقين قادمين من تعادل، ومطلب الفريقين الفوز في مباراة اليوم. ومحمد جفال امام حائط صد مكون من 8 لاعبين. جفال ترتطم بحائط الصد، ترتطم بحائط الصد. كانت سهلة من جفال، سهلة من جفال، لذلك أضاع هذه الفرصة على أربيل من أجل إدراك هدف ثاني في مرمى نفط الوسط. رمية جانبية، فوز يكون مهم لأربيل ولنفط الوسط. يعني التعادل ما يلبي طموح، ما يلبي طموح لا لنفط الوسط ولا لأربيل إذا ما أرادوا الاقتراب أكثر من فرق الصدارة. من الشرطة للكرف، ومحاولة الآن ممكن أربيل داخل منطقة الجزاء لنفط الوسط، يدافع بأكثر من لاعب نفط الوسط، وأربيل يحاصر مرمى نفط الوسط. أربيل يحاصر مرمى فريق نفط الوسط في محاولة الوصول إلى هدف ثاني. لمسة أولى، لمسة ثانية، سرتيب أحمد ينقل كرة إلى كوسرت، كوسرت بايز، دورة كوسرت إلى بارزان داخل منطقة الجزاء، والمحاولة تستمر لأربيل. مارسيال، مارسيال، مارسيال اليوم مشكلة مارسيال في خط هجوم فريق أربيل، خط هجوم فريق أربيل. ومتى يطول صبر المدرب ناظم شاكر على مارسيال، يطول صبر المدرب ناظم شاكر على البرازيلي مارسيال لتواجده مع التشكيل الأساسي. وصلت لحارس المرمى علي كاظم. ممكن تكون رؤية لناظم شاكر ان ممكن مارسيال ان تكون الى لمسة من اجل التسجيل فيما تبقى بعد مرور يعني ساعة من اللعب لحد الآن. كرة عالية أمامية، آربي مينا الكولومبي من أمام بعد الكولومبي، عادت لكوسرة بايز تصطد بحكم مباراة محمد سلمان، عادت لوسط نادي نفط الوسط سجاد جاسم يقل كرة الأمام. هجوم الآن صالح داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى أربيل ومرت إلى الخارج،
مرت الى الخارج. ممكن نفط الوسط يخطف هدف يستغل اندفاع لاعبي فريق اربيل للامام والهجوم المرتد اللي من الممكن ان يمكن نفط الوسط من ادراك هدف ثاني. لاحظ هذه الاعاده، كان ممكن قريب نفط الوسط من اضافه هدف ثاني، وسجاد جاسم يضيع على فريق نفط الوسط. لاحظ التغطيه من ديدار حامد ومرت الى الخارج. سلامات لديدار حامد حارس المرمى لفريق اربيل، وايضا نياز محمد يشكو من اصابه ممكن مع التغييرات تتغير نتيجه المباراه للمدرب السيد راضي شنيشل. واضح امامنا في الصوره هذا سجاد جاسم. كرة اللي مرت الى خارج الملعب، السيد ناظم شاكر اعتقد راح يفكر بالتغيير. ناظم شاكر اذا ما استمرت النتيجه تعادل حتى الان، ولا زال ديدار يشكو من اصابه. ديدار حامد، لا زال ديدار يشكو من اصابه. استغلال ملعبك عامل مهم، هذا بالنسبه لفريق اربيل. هنا بعض الاسماء في دكه البدلاء ومنهم احمد علي، واحد من اللاعبين اللي مثلوا انديه كبيره، الزوراء، الطلبه، الحدود. احمد علي حسين اللي شارك في مباراه البحري كبديل في الشوط الثاني. اذا نبيل عباس الخبره يشترك الان. نبيل عباس الان يخرج لاعب وسط ويشرك مدافع السيد راضي شنيشل. نبيل عباس بدلا من محمد صالح. محمد صالح يغادر ونبيل عباس يشترك. اعتقد سيدفع بزكريا الاسماعيلي. زكريا اسماعيل اعتقد راح يكون لاعب وسط مع فرناندو بخروج اللاعب محمد صالح. ركله مرمى لاربيل. ديدار كره عاليه الامام. بارزان يحصل على خطا ركله حره لصالح نادي اربيل، او هذا مارسيال اللاعب البرازيلي. مارسيال هو اللي يحصل على خطا ركله حره مباشره. كوسرة بايز ركله حره مباشره. هذه الجوله حافله بالمباريات المهمه، ابرزها مباراه الكرخ والشرطه المتصدر والوصيف. كره داخل منطقه الجزاء، ولدينا مباراه كبيره على مستوى كبير في الدوري العراقي بين قطبي الانديه الجماهيريه الكبيره في العاصمه بغداد، الصقور والطلبه والانيق. اهم مباريات هذه الجوله. رميه جانبيه، الزعيم سيستضيف الديوانيه. كره هجوم الان لنفط الوسط. هجوم نفط الوسط ممكن اقرب لصالح الزير، يعكس كره داخل منطقه الجزاء. ابعاد من نياز محمد. كوسرة بايز مر من امامه. كوسرة اقرب لصالح الزير، مره اولى مره ثانيه. زدير سجاد جاسم يحاول يغير اللعب بالجهه البعيده لكن بعيده عن امير صباح يلحق بالكره. لا زالت الكره بحوزه لاعبي فريق نفط الوسط. مر الى خارج الملعب لرميه جانبيه لصالح نادي نفط الوسط. الشبلي، علاء الشبلي. رميه جانبيه لنفط الوسط داخل منطقه الجزاء. بعاد من كوسرة. عادت من جديد. بدايه الشوط الثاني فريق اربيل كان هو الاكثر وصول لمرمى نفط الوسط. في هذه الدقائق نفط الوسط افضل من اربيل مع وجود محاوله مرتده ممكن من المرتدات صنع الفارق. بارزان شيرزاد اللي يعتمد على السرعه والمهاره. بارزان يحاول يحكس كره تصطاد وتبعد الى ركله ركنيه. فرناندو لاعب الارتكاز بنفط الوسط البرازيلي، والتغطيه على بارزان شيرزاد. مر الى ركله ركنيه. نبيل عباس اللي اشترك قبل لحظات بديل لمحمد صالح. وذو الفقار عايد صاحب هدف نفط الوسط في هذه المباراة غادر واشترك الكولومبي اربي مينا. ركله ركنيه لصالح اربيل على القائم الايمن
تلعب على القائم القريب لكن تمر وتبعد. هذه المرة تصبح رمية جانبية لصالح نادي أربيل. رمية جانبية لأربيل. لاحظ جماهير أربيل وقوفا في مدرجات ملعب فرانسو حريري. في مدرجات ملعب فرانسو حريري بانتظار الفرحة، بانتظار الهدف الثاني. أربيل عندما كانت مدرجات ملعب فرانسو حريري تمتلئ على آخرها عندما يلعب أربيل سواء كان في الدوري العراقي أو في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. هذا الملعب اللي يتسع ل 23,000 متفرج. كرة داخل منطقة الجزاء، هجوم الآن لأربيل وهناك خطأ لمسة يد حكم اللقاء محمد سلمان يشير إلى وجود ركلة حرة مباشرة لصالح العندلي نفط الوسط. هذا زكريا الإسماعيلي. لاحظ هذه الإعادة وسرتيب. حكم المباراة أشار لخطأ بعد ما كانت لمسة يد على اللاعب مارسيال اللاعب البرازيلي. هناك خطأ ركلة حرة. آربي مينا يحصل على خطأ ركلة حرة مباشرة لصالح نادي نفط الوسط من منتصف ملعب نادي أربيل. أحمد خالد أحمد خالد. الشوط الأول كان أفضل من الشوط الثاني. يعني ننتظر أن يتغير الأداء للأفضل وتكون المتعة حاضرة، تسجيل الأهداف موجودة، لكن هل يكتفي الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي اللي أعتقد ما تكون ملبية للطموح بالنسبة لأربيل ولجماهير أربيل؟ واعتقد النقطة جيدة لفريق نفط الوسط اللي يحاول ان يخرج من هذه المباراة ب3 نقاط تكون في غاية الأهمية، في غاية الأهمية لنفط الوسط. اكيد النتيجة تعيد الروح لنفط الوسط، تعيد الروح لفريق أربيل، لكن التعادل. لاحظ هذه الإعادة أمير صباح اللي حاول يلعب الكرة بطريقة المقص، كرة للوسط لا لفريق أربيل، عادت لخط وسط نادي نفط الوسط أمامية. آربي مينا مرت إلى ركنية، مرت إلى ركنية. آربي مينا كان ممكن البديل لذو الفقار عايد يسجل هدف ثاني لنفط الوسط لولا فدائية مدافع فريق أربيل انياس في اللحظة الأخيرة يضع قدمه أمام آربي مينا وينقذ مرمى أربيل من هدف ثاني لنفط الوسط. هدف ثاني لنفط الوسط. لاحظ في اللحظة الأخيرة انياز محمد ينقذ مرمى أربيل من هدف ثاني لنفط الوسط. ركنية لنفط الوسط داخل منطقة الجزاء، مرت من الجميع، عادت لجهات اليمين. محمد جفال حاول ينطلق بسرعة عن طريق الجانب الأيمن. جفال حاول يعتمد على المهارة الفردية، عودة للخلف إلى علاء الشبلي. علاء الشبلي للوسط لميران خسرو. علاء الشبلي، علاء بدوره يعيدها للخلف لإنياز محمد. نياز لأحمد خالد. أحمد خالد أربيل. أحمد خالد بدوره إلى نياز محمد، بطل اللقطة الأخيرة نياز محمد لاعب ومدافع نادي أربيل. كرة لجفال، عادت نياز بدوره إلى ديدار حامد حارس المرمى وكابتن أربيل. ديدار يحاول التقدم للأمام، يحاول الكرة الأمام. ديدار حامد، كرة طويلة أمامية. ديدار حامد البحث دائما عن مارسيال، عن أحمد سرتيب ومارسيال. كرة عالية الأمام أمام منطقة الجزاء، بعد من أحمد خالد، أقرب لمارسيال، يرتكب الخطأ. مارسيال يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي نفط الوسط. زكريا يلعب طريقة المان تو مان مع مارسيال لاعب البرازيلي، لاعب زكريا اسماعيل. هذا خضر علي اثبت وجوده في التشكيل الاساسي. هنا تغيير للسيد رابش نيشل، خروج لخضر علي. 18 يشترك امير حامد اعتقد. امير حامد بديل اخر وثالث للمدرب رابش نيشل. 3 تغييرات، ولكن ناظم شاكر لحد الآن لم يغير على مستوى التشكيل. كرة على الوسط، أمير
اول لمسه عادت لجهه اليسار، كره لصالح نفط الوسط لكن بعيده الى خارج الملعب بركله مرمى لصالح نادي اربيل. ركله مرمى لاربيل. اذا خضر علي يغادر ودخول لامير حامد. ركله مرمى لاربيل للوسط، احمد سرتيب عاليه، زكريا جهه يمين فريق نادي اربيل، تمريره بشكل خاطئ عادت لجهه اليسار، صباح عواد حاول ينقل الكره الامام، عادت من جديد لفريق اربيل لهاولير للقلعه الصفراء. حكم المباراه السيد الدولي محمد سلمان يشير الى وجود خطا، ركله حره مباشره لصالح نادي اربيل. المباراه الثانيه لمحمد سلمان بالشاره الدوليه. لاحظ هذه الاعاده وصباح عواد والدخول على محمد جفال. ركله حره داخل منطقه الجزاء، هاي ما شكل صعوبه على حراس المرمى. الكرات العاليه بهذه الطريقه ما شكل صعوبه على حراس المرمى. لاحظ المسك المحكم من حارس المرمى علي كاظم، حارس المرمى لنادي نفط الوسط، مع وجود ركله حره لصالح نادي نفط الوسط. نفط الوسط العندليب احد الانديه الاربعه النفطيه المشاركه في الدوري العراقي، النفط ونفط الجنوب ونفط الوسط ونفط نيسان. كره من جهه يمين امير صباح الى سجاد، حاول امور بينه وبين كوسر كبايز، حكم المباراه يشير للاستمرار. اربيل هناك خطا، ركله حره لصالح نادي اربيل. الشوط الثاني تكتيكي واضح من قبل السيد رابع شنيشل وايضا ناظم شاكر. اعتقد الفريقين يحاولون انه ما تستقبل شباكهم هدف اخر. فريقين يلعبون بتحفظ في الشوط الثاني وفي محاوله عدم ان تهتز الشباك للمره الثانيه. قد يصح توقع الكابتن خلف كريم بان المباراه ستتجه الى التعادل، لكن ننتظر فيما تبقى من دقائق للشوط الثاني وللمباراة. إذن المدرب السيد ناظم شاكر دفعة لاعبين، دفعة واحدة بالنسبة للاعبي أربيل. تغيير لأربيل، دانا عثمان يشترك الآن، دانا عثمان بدلا من ميران. والتغيير الآخر ممكن نشاهد التغيير الآخر بالنسبة لفريق أربيل، غير لاعبين دفعة واحدة، هذا عمر عدنان اللي اشترك، لكن ما شاهدنا اللاعب اللي خرج. علي حسين بديل، أو عمر عدنان بديل لعلي حسين. إذن عمر عدنان ودانا عثمان بدلاء المدرب راضي شنيشي او المدرب السيد ناظم شاكر، اسف. راضي غير 3 لاعبين، ناظم شاكر غير 2. محاولة الان لفريق اربيل عن طريق المنتصف، تمر وتبعد الى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لاربيل. رمية جانبية لاربيل. زكريا اسماعيل اللاعب المغربي بإبعاد الى خارج الملعب لرمية جانبية. كوسرة بايز على التنفيذ للرمية الجانبية لصالح نادي أربيل. كوسرة يلعب الكرة بشكل خاطئ، عادت لصالح نادي نفط الوسط. أمير صباح من أمامه تبعد عن طريق أحمد خالد، رمية جانبية هذه المرة تصبح لنفط الوسط. رمية جانبية لنفط الوسط. أمير صباح على التنفيذ للرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء. كرة للأمام، سرتيب الى ميران يقل الكره لجهه اليسار. كوسرت خاطئه من كوسرت بايز. اعتقد بارزان هو اللي خرج، اعتقد بارزان اللي خرج. علي حسين وبارزان اللي غادروا، لا بارزان لا زال موجود. هذا احمد خالد رميه جانبيه لنفط الوسط في محاولة تمرير الأمام، ممكن استغلال أخطاء دفاعية خطيرة على مرمى أربيل. هدف ثاني
لنفط الوسط ثاني، لنفط الوسط ثاني البديل أمير حامد. أمير هذه الدقائق، أمير لنفط الوسط بخطأ لحارس مرمى أربيل ديدار حامد، مسك غير جيد من ديدار يكلف أربيل هدف ثاني في المرمى، لذلك أمير حامد يسجل ثاني أهداف نفط الوسط في مرمى أربيل. بديل ناجح للمدرب رامز كيش. نلاحظ هذه الإعادة مرت من أمام لاعبي نادي أربيل، لا وجود لحالة تسلل. بعد ذلك ديدار حامد يرتكب خطأ قاتل من ديدار حامد يستغله أمير حامد في مرمى ديدار حامد، وأمير يتفوق على ديدار في هذه اللقطة ويسجل في مرمى ديدار ثاني أهداف نفط الوسط على حساب أربيل. هدف ثاني لنفط الوسط. هل الربع ساعة الأخيرة ستكون مثيرة فيما تبقى لهذه المباراة؟ الربع ساعة الأخيرة ستكون مثيرة لأربيل ولنفط الوسط. وأربيل بخطأ من حارس المرمى ديدار حامد يكلف فريقه هدف ثاني في مرمى. ركلة ركنية على القائم القريب، تبعد إلى ركلة ركنية أخرى لصالح نادي أربيل. هذا هو أمير حامد، ثاني أهدافه مع نفط الوسط أمير حامد هذا الموسم. كرة النقل داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن أربيل وميران حاول أن يفعلها من جديد من خلال الشوط الثاني. ميران بعد ما سجل في الشوط الأول أيضا برأسية، هذا هو ميران خسرو. علي كاظم حارس المرمى لنادي نفط الوسط. لاحظ هذه الإعادة، كرة تمر إلى خارج الملعب برمية جانبية لصالح نادي تنقل الأمام، أقرب للبديل دانا عثمان، لكن بعيدة إلى خارج الملعب برمية جانبية لصالح نادي نفط الوسط من الجهة البعيدة. رمية جانبية كوسرة الإبعاد أو علاء الشبلي، عادت لفريق أربيل. هل سيعدل أربيل؟ هل سيسجل أربيل؟ يعني نقطة أفضل من لا شيء بالنسبة لأربيل، لكن نفط الوسط إذا ما عاد ب3 نقاط من ملعب فرانسو حريري ستكون نقاط في غاية الأهمية، تقرب أكثر من الفرق المقدمة قبل نهاية المرحلة الأولى، وأيضا عند مباراة في ملعبه راح تكون أمام الحدود. حدثنا عن أربيل وعن عدم استغلال الملعب. هناك تغيير آخر، كوسرة بايز يغادر 28 يشترك لفريق أربيل. كاميران خالد ومحاولة خطيرة لأربيل، كاميران خالد كوسرة يغادر ودخول لكاميران خالد كبديل ثالث للمدرب ناظم شاكر. إذن كل مدرب يحتفظ بتغيير أخير. أعتقد بعد الدقيقة 80 راح يكون هناك تغيير أيضا لناظم شاكر. لاحظ هذه الإعادة، الاشتراك مع حارس المرمى علي كاظم، واعتقد حكم المباراة الدولي محمد سلمان أشار لوجود خطأ لحارس المرمى علي كاظم، حارس مرمى نفط الوسط. سيد ناظم شاكر تحت الضغط في هذه المباراة، يعني من خلال رحلته المكوكية لبغداد وللبصرة عاد ب4 نقاط من بغداد والبصرة، فوز مهم على الكرخ وتعادل مع البحري في البصرة، يعني عاد ب4 نقاط، يعني جيد أن تعود ب4 نقاط من بغداد ومن البصرة. لكن الآن في ملعب فرانسو حريري أربيل لا زال متأخر أمام نفط الوسط بهدفين مقابل هدف. حارس المرمى علي كاظم، حارس المرمى لنادي نفط الوسط، يلعب كرة عالي الأمام،
لا زال هناك متسع من الوقت، ممكن يعدل أربيل، ممكن نفط الوسط يضيف ثالث، ممكن نفط الوسط يضيف ثالث وخلاص يطبق على الثلاث نقاط فريق نفط الوسط. لكن لا زال لديه الوقت فريق أربيل من أجل التعديل. كرة أمام منطقة الجزاء لفريق نفط الوسط، المحاولة إبعاد من صالح، عادت لجهة اليسار، صاحب الهدف الثاني أمير حامد ينقل الكرة لسجاد جاسم، حكم المباراة تشير استمرار، لا وجود لخطأ نادي أربيل، ممكن عن طريق الجانب الأيمن، ممكن أربيل داخل منطقة الجزاء، المتابعة موجودة لكن تصطد وتبعد إلى ركلة ركنية، اصطدت بسجاد جاسم، اعتقد كان عمر عدنان. ركلة ركنية على القائم الأيمن لمرمى فريق نفط الوسط. لاحظ هذه الإعادة، عمر عدنان اللي يفتك الكرة من أمام اللاعبين نفط الوسط، كرة على القائم البعيد، ويدافع بأكثر من لاعب فريق نفط الوسط من أجل الحفاظ على النتيجة وعلى الثلاث نقاط. مارسيال مهاجم فريق نادي أربيل لحد الآن لم يسجل، وفي هذه المباراة من خلال مباريات أربيل الماضية لم يسجل، وفي هذه المباراة لحد الآن أيضا مارسيال صائم الكل، لم يسجل مارسيال. نفط الوسط وضاعت على نفط الوسط. الثالث يضيع من أمير صباح على نفط الوسط. لو سجل نفط الوسط هدف ثالث خلاص هذا طاهر حميد بديل لصالح زدير. آخر تغييرات المدرب رابط شنيشل أو 23 يشترك. لاحظ هذه الإعادة والمحاولة لصالح نادي نفط الوسط اللي أضاح أمير صباح بشكل غريب داخل منطقة الاسترداد لمرمى فريق أربيل. كرة من جهة اليسار لصالح نادي أربيل، تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبي. هذا حسين جمال. كلما مر الوقت تزداد الضغوطات والصعوبات على فريق نادي أربيل في هذه المباراة. حسين سلمان كان أغلب المباريات حسين سلمان يلعب أساسي، لكن اليوم المدرب رابش نيشل عنده خيارات كثيرة من خلال خط الهجوم. ذو الفقار عايد، آربي مينا. حسين سلمان كان دائما يلعب مهاجم صريح للأمام. رمية جانبية لأربيل، خلاص رابش نيشل غير 4 لاعبين، ومع التغييرات غير النتيجة راضي. بدخول اللاعب أمير حامد سجل أمير حامد، ويعتبر بديل ناجح للمدرب رابش نيشل. أمير حامد اللي أضاف الهدف الثاني بمتابعة لكرة كانت سهلة لحارس المرمى ديدار حامد. لاحظ هذه الإعادة، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة صالح نادي نفط الوسط لنادي نفط الوسط. ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلل. علي كاظم يلعب كرة عالية للأمام، آربي مينا محاصر بلاعبين من لاعبي فريق نادي أربيل. كرة عادت للشبلي، حاول ينقل كرة الأمام الشبلي لوسط فريق نفط الوسط يحاول أن يمر بهذه النتيجة إلى 3 نقاط. ديدار حامد حارس المرمى اللي يتحمل بمفردة الخطأ بالهدف الثاني اللي دخل في مرمى أربيل. أمير حامد وذو الفقار عايد أهداف نفط الوسط، بينما ميران خسروا هدف فريق أربيل في هذه المباراة. نادي أربيل قلعة الصفراء في ملعبه أمام جماهيره. هل يخسر المباراة نادي أربيل؟ المباراة القادمة راح تكون صعبة أيضا أمام الزوراء. أربيل على هذا الملعب، كرة عالية الأمام،
يدافع بأكثر من لاعب فريق نفط الوسط. تغيير اللاعب إلى الجهة البعيدة لكن أقرب لعلاء الشبلي. عادة الوسط حسين جمال نياز مرة أخرى لاحظ التبادل وهناك خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي أربيل. ركلة حرة لصالح نادي أربيل. ناظم شاكر يحتفظ بتغيير أخير، بتغيير رابع وأخير ممكن يستغل ناظم شاكر من أجل أن تكون هناك روحية للاعب البديل من أجل تسجيل هدف التعادل لفريق أربيل. كرة أمام منطقة الجزاء، محاولة مستمرة ممكن الآن فريق أربيل من أجل تحقيق هدف التعادل. إبعاد، دفاع كبير من قبل لاعبي أربيل، دفاع كبير من قبل لاعبي فريق نادي أربيل. تغيير اللعب جهة اليمين، مرور لنياز، يلقى الكرة الأمام، الاعتماد على الكرات الطويلة، الوصول بشكل أسرع إلى مرمى نفط الوسط من أجل على الأقل التعادل. التعادل على الأقل هو الطموح لفريق أربيل. التعادل بعد ما كان أربيل طموحه 3 نقاط من خلال هذه المباراة، الآن يطمح على الأقل أن يسجل التعادل. محاولة قريبة لمنطقة جزاء نادي نفط الوسط تبعد إلى الخارج بركلة ركنية. سجاد جاسم يؤدي أدوار دفاعية ممتازة لاعب الوسط لنادي نفط الوسط. ركنية على القائم الأيمن لمرمى الحارس علي كاظم، حارس مرمى نفط الوسط على القائم القريب. بعاد من سجاد، سجاد إلى خارج الملعب لرمية جانبية لأربيل. لأربيل تنفذ الرمية الجانبية، محاولة تستمر. بارزان شيرزاد يقع الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن الآن أربيل، ممكن الآن أربيل وضاعت. الله 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 الله، كرة جميلة جميلة جدا عن طريق المدافع نياز محمد، لكن تعلى العارضة بسنتيمترات قليلة. محاولة قريبة لأربيل تسجيل هدف التعادل، لكن بسنتيمترات قليلة مرت من فوق المرمى. مرت كرة نياز محمد المدافع لفريق أربيل، لفريق أربيل اللي كاد أن يلدغ مرمى فريق نفط الوسط بهدف تعادل. ضاعت على أربيل. محاولة عن طريق الوسط، عمر عدنان، تغيير لبارزان إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي أربيل. الوقت يمضي ونفط الوسط يقترب، وأربيل أربيل داخل منطقة الجزاء. مارسيال إلى الخارج، ركنية إلى الخارج. مارسيال لحد الآن لا توجد أي حسنة لمارسيال، لا توجد أي حسنة لمارسيال من أجل أن يضع فريقه بهدف تعادل. محاولة مستمرة داخل منطقة الجزاء، وأربيل مرت إلى الخارج. أربيل يحاصر مرمى نفط الوسط، أربيل يحاصر مرمى نفط الوسط. جفال، جفال أمام تفاعل جماهير أربيل في هذه الدقائق، في هذه الدقائق تتفاعل جماهير أربيل، لكن أربيل لم يصل إلى التعادل. هذه المرة تألق لعلي كاظم حارس المرمى، والثانية مرت بجوار القائم الأيسر كرة محمد جفال. وأربيل بطموحات التعديل، أربيل بطموحات التعديل، ونفط الوسط بطموحات النقاط الثلاث من ملعب صعب، ملعب فرانسو حريري، ملعب أربيل. كرة قريب الخط الجانبي، حتى مراد يصير إلى رمية جانبية. رمية جانبية تلعب الأمام، هجوم الآن أربيل ممكن للتعديل. محاولة والحارس علي كاظم يتألق في هذه اللحظات، في هذه الدقائق تألق واضح لحارس المرمى نفط الوسط. حلوة لعلي كاظم، حلوة لعلي كاظم. لاحظ هذه الإعادة، لاحظ هذه الإعادة، ممكن الآن أربيل، لكن الحارس علي كاظم يتألق أمام محاولة زان. كرة داخل منطقة الجزاء، أكثر من لاعب. مارسيال وإلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لأربيل. يطالبون حكم المباراة بلمسة يد، يطالبون حكم المباراة بلمسة يد. مارسيال لاعب هذه الإعادة، مرت من الجميع وصلت لمارسيال ولعبها تماما في المرمى، صدت وتبعد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لأربيل. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الكامل للمباراة، وأربيل المحاولات مستمرة على مرمى نفط الوسط، استمرار المحاولات على مرمى نفط الوسط، يهاجمون بقوة
يهاجمون بقوة، وفريق نفط الوسط يدافع بقوة عن النتيجة وعن الثلاث نقاط في هذه اللحظات. كرة تبعد إلى خارج الملعب، ركنية أربيل هاولير داخل منطقة الجزاء. لاحظ 9 لاعبين داخل منطقة الجزاء فقط. لاعب أمير حامد هو بالمفردة للأمام في خط الهجوم لمرمى فريق نادي أربيل. كرة تتنفذ الرمية الجانبية. نفط الوسط يحاول استغلال اندفاع لاعبي أربيل للأمام ونقل الكرة لآربي مينا أو أمير حامد من أجل تسجيل هدف ثاني. شاهد قرار حكم المباراة 90 دقيقة تنتهي. أحمد علي حسين هذا عاش فرحة الدرع مع الزوراء 2010 2011 عندما كان مع الزوراء ومع المدرب رامي شنيشل اللي الآن هو مدرب لفريق نفط الوسط. إذا أحمد علي حسين يلقب بأحمد مارادونا، والده كان من نجوم الدوري العراقي وهدافي الدوري العراقي. علي حسين فتحي لاعب نادي الجيش السابق. كرة داخل منطقة الجزاء. أربيل على الأقل أن يعدل النتيجة. المحاولة مستمرة. الكثافة الدفاعية والكثرة تغلب الشجاعة بالنسبة لمدافعي فريق أربيل. محاولة الآن حكم المباراة. خلاص 90 دقيقة انتهت ولم نشاهد الآن الوقت المحتسب بدل ضاع. وأحمد علي اللي اشترك الآن بديل لمحمد جفال. كرة من جهة اليسار. الآن أربيل 4 دقائق. هل ستمكن أربيل من الوصول إلى نقطة التعادل؟ نقطة التعادل تبقي بنفس المركز، وإذا ما استمرت المباراة بهذه النتيجة نفط الوسط سيأخذ مركز أربيل إذا ما انتهت المباراة بفوز نفط الوسط. كرة قريبة من الخط الجانبي. أمير صباح وهي كرة لآربي مينا اللاعب الكولومبي اللي اشترك في بداية الشوط الثاني. يقتل الكرة آربي مينا. هجوم الآن لأربيل. لا شيء يخسر أربيل سوى الاندفاع للأمام ولعب الكرات الطويلة للوصول بشكل أسرع إلى مرمى نفط الوسط. كرة من جهة اليسار. عادة الوسط. عودة لحارس المرمى ديدار حامد حارس مرمى نادي أربيل. كرة عالية للأمام قريبة لمنطقة الجزاء، وهنا ركلة حرة مباشرة لأربيل وتفاعل جماهير أربيل مع كل محاولة على المرمى. الربع ساعة الأخيرة كان حصار من قبل لاعبي أربيل لمرمى نفط الوسط، وذلك من أجل العودة للمباراة وإدراك التعادل. يعني لحد الآن قراءة جيدة لرامي شنيشل من خلال استلامه للمهمة مع نفط الوسط في مباراة القوة الجوية تعادل، ومن ثم في ملعب النجف فاز على نادي الحسين بهدف، وفي ملعب الديوانية وعلل أسباب التعادل إلى أرضية ملعب الديوانية السيد رامي شنيشل، وكان متخوف من أرضية ملعب فرانس وحريري، لكن فريق أربيل ونفط الوسط فريق صعب في هذه المباراة، وأربيل هل ينجح في إدراك التعادل؟ نقطة أفضل من لا شيء. ركلة حرة مباشرة ممكن الآن أربيل ممكن لهدف تعديل في مرمى نفط الوسط. محاولة خطيرة تصطد بحائط الصد لفريق نفط الوسط. لاحظ هذه المرتدات ممكن الآن ممكن نفط الوسط الآن، وهناك لمسة يد وركلة حرة لفريق نفط الوسط. الآن نفط الوسط يتنفس الصعداء في هذه الدقائق، في هذه اللحظات قبل دقيقة من نهاية المباراة. من الدقائق الأربعة اللي أضافها حكم مباراة الدولي محمد سلمان، تبعد إلى خارج الملعب لرمية جانبية. تنفذ رمية جانبية قريبة من منطقة الجزاء. هجوم الآن ممكن الآن نفط الوسط والبحث عن الثالث إلى ركلة مرمى. ثواني قليلة تفصلنا عن نهاية المباراة، ثواني فقط تفصل نفط الوسط من الثلاث نقاط وتفصل أربيل من الخسارة.
أحمد علي للوسط، أقرب لعمر عدنان، يغير لعب لجهة يمين، قد تكون الفرصة الأخيرة لأربيل. داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نفط الوسط، تمر بسلام عن مرمى نفط الوسط إلى خارج الملعب لركلة مرمى. خلاص أعتقد نفط الوسط خلاص 3 نقاط والتقدم إلى المركز الثامن. حدثنا عن المباراة لنفط الوسط تعتبر ب6 نقاط لأنه فاز على أربيل صاحب المركز الثامن. الآن هو يأخذ المركز الثامن من أربيل، وأربيل يتراجع إلى المركز التاسع. كرة من حارس المرمى علي كاظم. إذا في هذه الأثناء أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، الدولي محمد سلمان يطلق الصافرة للنهاية الكاملة للقاء مثير في الربع ساعة الأخيرة من خلال هذه المباراة بين أربيل ونفط الوسط، ليبتسم أخيرا الحظ لفريق نادي نفط الوسط للفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد لأربيل صاحب الأرض والجمهور. لذلك نفط الوسط يتقدم إلى المركز الثامن، يرفع رصيده إلى 24 نقطة، وفريق نادي أربيل يتراجع إلى المركز التاسع ويتجمد بنفس الرصيد هو 23 نقطة. نقول مبروك لنفط الوسط، هارد لك حظ أوفر إن شاء الله لأربيل في المباريات القادمة. أعزائي الأحباء حتى نلقاكم في مباريات ومواعيد جديدة، تقبلوا أجمل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراج. أعود بالكلمة وصوت وصورة إلى الزميل العزيز محمد صبري وضيفيه الكريمين في الاستوديو التحليلي الكابتن العزيز والقدير خلف كريم والكابتن العزيز علي وهيب. لك الكلمة زميلي محمد صبري.